السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أعزائي طلبة الثانوية العامة 2023. كل الطلبة بتسأل أنا مجموعي هيدخلني كلية إيه؟ لو أنت مجموعك من 50 ل 75%، هل كده مستقبلك ضاع ولا لسه الفرصة قدامك؟ لو أنت مجموعك من 50 ل 75%، يبقى الفيديو ده ليك. تابعني لآخر الفيديو علشان هقولك على مجموعة كليات يعني بتعادل كليات القمة، وهل فعلا في كلية قمة وكلية قاع ولا لا. بس قبل ما اكمل الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد عن الثانوية العامة ان شاء الله. بالنسبة لشعبة علم علوم، فكلية التمريض هي كلية مناسبة ليك جدا لو انت كنت بتدور على كليات القطاع الطبي. كلية التمريض يعني اول ما بتخلص الكلية بتلاقي وظيفة على طول، بتشتغل على طول، وكمان ليها فرصة حلوة جدا في السفر، يعني مستقبلها مضمون ومستقبلها حلو جدا. انا ما اقدرش اقولك السنة دي هي هتاخد بنسبة كام بالظبط، بس هي السنة اللي فاتت اخدت من 69.26%. دي كانت اقل كلية تمريض وكانت في اسوان، بس السنة اللي فاتت كان ليها اختبارات قدرات، لكن السنة دي خلاص ما بقاش ليها اختبارات قدرات، فهتلاقي الاقبال عليها كتير جدا، فممكن ترتفع شوية. بس انت لو مجموعك 70% ممكن تجيلك وتبقى يعني مرتاح فيها. انت هتقدم على اي مكان في يعني في الجمهورية فيه كلية تمريض، وبعد كده بتعمل تقليل اغتراب. فلو مجموعك يجيب كلية تمريض ما تترددش ابدا انك تكتبها من اول الرغبات ان شاء الله. كمان لو مجموعك من 65 ل 70%، فانت ممكن تدخل كلية التربية. طبعا كلنا عارفين كلية التربية لا غنى عنها، يعني انت ممكن تشتغل مدرس، او كمان تشتغل في مدارس خاصة، او تشتغل في المسابقات اللي هي بتعملها الدولة، او تشتغل برايفت مع نفسك. فكلية التربية ليها اقسام كتيرة وهي كويسة جدا جدا، بس اهم حاجة يكون عندك ميول للتدريس، ما تدخلش فيها وخلاص، لا، يكون عندك ميول للتدريس علشان يعني تعرف تشتغل بيها كويس. كمان عندك كلية التجارة، هي كويسة جدا، هي كانت بتاخد السنة اللي فاتت من 71% علمي و75% أدبي، وكمان فيها قسم تجارة انجليش، وده قسم كويس بيبقى ليه فرص عمل كويسة. طبعا انت في الكلية دي يعني لازم تاخد كورسات وتطور اللغة عندك وتطور من نفسك علشان تلاقي فرص عمل كتير. يا جماعة اي كلية احنا بندخلها لازم نطور من نفسنا وناخد كورسات ونشتغل على اللغة علشان يبقى يعني لينا كده خبرات ونقدر نلاقي فرص عمل بسهولة. الكلية اللي بعد كده هي كلية الآداب. كلية الآداب حلوة جدا، فيها أقسام كتيرة، وأحسن قسم أنا برشحه هو علم النفس، لأنك من علم النفس هتخرج ممكن تشتغل أخصائي نفسي، لو كمان عملت دبلومة سنة تبقى أخصائي نفسي إكلينيكي، وده ليه يعني مجال شغل حلو قوي، ممكن تشتغل في مراكز، ممكن تسافر بره، ممكن تشتغل برايفت. هو الاتجاه دلوقتي لعلم النفس وللأخصائيين النفسيين، وكمان بيبقى ليهم نقابة، يعني الشغل علم النفس بيبقى حلو قوي قوي. فأنا برشح لك قسم علم النفس. كمان في كلية الآداب أقسام اللغات حلوة جدا برضو، بتخرج منها اللغة عندك أفضل من كليات التربية، تشتغل مدرس، تشتغل في الترجمة، تشتغل حاجات كتيرة جدا. فكلية الآداب أنا برشحها لك، لو أنت مجموعك من 60% ل 61% هتلحقها إن شاء الله، وهي فيها انتظام وانتساب. طبعا الانتساب بتكون درجاته اقل شوية ومصروفاته اعلى من الانتظام، فانت تتشطر فيها وتذاكر وتجتهد وتشتغل على نفسك، باذن الله تتخرج وتلاقي فرصة عمل مناسبة ليك ان شاء الله.
الكلية اللي بعد كده كلية الفنون الجميلة. الكلية دي حلوة جدا، انت منها ممكن تخرج مهندس ديكور، وفيها اقسام طبعا كتيرة. فلو مجموعك يجيب كلية فنون جميلة فما تترددش ابدا. كلية الفنون الجميلة يعني مميزة وشغلها كتير، وممكن كمان تسافر بره، بس هي بالقدرات. يعني لو كنت عملت اختبار قدرات فنون جميلة ومجموعك يجيبها فاكتبها على طول وما تترددش. الكلية اللي بعد كده كلية السياحة والفنادق. الكلية دي حلوة جدا، بتشتغل في قطاع السياحة، بتشتغل في الفنادق، بتشتغل شيف. يعني انتوا شايفين دلوقتي الشيفات يعني ليها مستقبل كبير جدا، ممكن تسافر بره تشتغل في فنادق كبيرة وعالمية. يعني خلي بالك الكلية دي حلوة جدا ومستقبلها حلوة جدا. لو مجموعك جايب سياحة وفنادق وانت بتحب المجال ده ما تترددش ابدا انك تكتبه في اول الرغبات ان شاء الله. من الكليات الجميلة جدا كلية التكنولوجيا للصناعة والطاقة. الكلية دي حلوة جدا ومجال الشغل فيها كويس جدا جدا، وهي من الكليات الجديدة، وطالما من الكليات الجديدة تبقى مطلوبة في سوق العمل. فلو مجموعك يجيبها فما تترددش وادخل على طول الكلية دي. كمان عندك الكلية اللي بعدها على طول هي كلية التكنولوجيا الأطراف الصناعية. الكلية ديت حلوة جدا ومهمة، لان هي يعني بتشتغل على صناعة الأطراف الصناعية للمعاقين. فطبعا المجال ده مطلوب ويعني ليه رواج عالمي. فانت لو مجموعك يجيبها ما تترددش، لان اكيد ليها فرص عمل كتير في مصر وخارج مصر. بس في حاجة ان الكليتين دول هما بمصروفات، يعني مصروفاتهم توصل ل10,000. فانت لو في متاح ليك انك تدفع مصروفات عالية في الكلية فقدم فيها، وان شاء الله ربنا هيوفقك. وما تنساش برضو تشتغل على نفسك في الكورسات وتطوير اللغة. الكلية اللي معانا بعد كده كلية التربية النوعية. كلية التربية النوعية ليها قدرات، لو انت عامل قدراتها فما تقلقش. لو مجموعك من 50 ل 55% فليك مكان في كلية التربية النوعية في اي مكان ان شاء الله. فانت يعني ما تقولش ان التربيه النوعيه دي قليله. التربيه النوعيه ليها اقسام كتيره جدا، ممكن تخش قسم كمبيوتر، ممكن تخش قسم موسيقى، قسم فنون، اقتصاد منزلي. دلوقتي مجالات العمل يعني متجهه للقدرات والفنون والمواهب والحاجات دي. فانت يعني لو مجموعك يجيبها وعامل القدرات فاكتبها في الرغبات، وان شاء الله مش هتندم باذن الله، هتشتغل منها. صدقني كليه التربيه النوعيه اعرف ناس اشتغلوا وحققوا نجاحات كبيره جدا في حياتهم وفي الوظائف اللي هم اشتغلوا بيها. فكليه التربيه النوعيه فيها اقسام كتير وان شاء الله بالتوفيق. كمان الكلية اللي بعد كده كلية التربية الرياضية. الكلية دي حلوة جدا وفيها أقسام كتيرة، وحلوة قوي إن أنت ممكن تشتغل في أماكن تدريب، أو تشتغل في نوادي، أو تشتغل خاص، وممكن تشتغل بره كمان. يعني ليها فرص كتيرة جدا. وزي ما قلت لك إن الاتجاهات دلوقتي هي للقدرات وللمواهب، ويعني ليها رواج كويس جدا جدا. بس برضو ليها قدرات، لو أنت عامل قدرات وليك ميول ليها فاكتبها، وإن شاء الله هتجيلك، وإن شاء الله تشتغل على نفسك وتطور من نفسك ويكون ليك فرصة عمل كويسة جدا بعد التخرج إن شاء الله. أنا بكده قلت لكم الكليات اللي ممكن تدخلوها من مجموع 50% لغاية 75%. الكليات دي تعادل كليات القمة. وعلى فكرة مفيش حاجة اسمها كلية قمة وكلية قاع، احنا اللي بنرسم مستقبلنا بنفسنا. اشتغل على نفسك، طور من نفسك، خد كورسات، خد كورسات في البرمجة، خد كورسات في اللغة. يعني كل حاجة تقدر انت تاخد فيها كورسات خد كورسات، واشتغل وجرب، واشتغل شغلانة واتنين لغاية لما تلاقي نفسك في المجال اللي انت حبه. على فكرة الكلية مش مقياس ابدا، في ناس كتيرة اخدت كليات ولما اتخرجت اشتغلت حاجة تانية خالص وحققت نجاحات. فانت ما تيأسش وتقول مستقبلي ضاع. مستقبلك ما ضاعش، مستقبلك انت اللي بتصنعه بايديك. اشتغل على نفسك، طور من نفسك وقدراتك ومهاراتك، وان شاء الله هتلاقي فرصة عمل كويسة جدا جدا. اتمنى لكم التوفيق، وانكم ان شاء الله تدخلوا الكلية المناسبة ليكم، وعايزاكم تحمدوا ربنا على المجموع اللي انتوا حصلتوا عليه. ولو عندك اي سؤال اكتب لنا في التعليقات وهرد عليك بإذن الله. وبالتوفيق لكل الطلبة ان شاء الله.